سر التحنيط عند الفراعنة. عمرك سألت نفسك قبل كده هو ازاي واحد مات من 3000 سنة لسه وشه موجود واحنا الموبايل بيقعد معانا سنتين ويبقى خردة؟ السر يا سيدي اسمه التحنيط. بس ما تتخضش، مش سبا ولا ماسك خيار وطمي نيل ولا ماسك كريم تفتيح من اللي بيطلعوا على الفيس. جد شوية، الفراعنة كانوا مؤمنين إن الروح هترجع للجسم بعد الموت، فقالوا إيه؟ ينفع نرجع الروح ونلاقي الجسم سايح؟ طبعاً لأ. فابتدوا يعملوا خطة ولا أي شركة تأمين تعملها. أول خطوة يطلعوا المخ، والله المخ، من المناخير من غير ما يبوظوا الوش، يعني تجميل من غير فلتر. تاني خطوة يطلعوا الأعضاء الداخلية ويحطوها في علب مخصوصة اسمها الأواني الكانوبية، يعني كل عضو في علبته، مش سايبين حاجة سايبة. القلب؟ لا، القلب لا، ده مهم، ده الهارد ديسك بتاع الإنسان. بعدين بقى يجي نجم الحفلة، النطرون، مش اسم مطرب، ده ملح طبيعي ينشف الجسم زي لما تنسى الغسيل في الشمس، بس نسخة فرعونية. الجسم يقعد كده 40 يوم، لا أكل ولا شرب، وبعد ما ينشف يدهنوه زيوت ويكفنوه بلفافات كتان، لفة فوق لفة، أكتر من سندوتش شاورما محترم. وفي الآخر يحطوه في تابوت ويقفلوا ويقولوا كده تمام، لو الروح رجعت تدخل على نظيف. فالخلاصة، التحنيط مش كان علشان الاستعراض ولا علشان يخوفونا في الأفلام، ده كان احترام للجسم واستعداد للحياة اللي جاية. يعني الفراعنة ما كانوش سايبين حاجة للصدفة ولا بيقولوا نشوف بقى هيحصل ايه، كانوا مرتبين وبيفكروا لقدام قوي. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو أول مرة تشوفنا اعمل اشتراك، واشوفك في الفيديو الجاي. سلام.